غارة لغارة برواحنا نفديك والله علينا. السلام عليكم ومرحبا بكم في شهوة منار. الوصفه ديال اليوم رغيفات بالشكل والنكهه ديال البسطيله. هاد الرغيفات كيجيو لذاذ وساهلين في المقادير وساهلين حتى باش نوجدوهم، غير الانسان خصو يتشجع. المقادير اللي غادي نحتاجو عندي هنايا 2 البيضات، نص معلقه ديال القرفه، معلقه صغيره السكر السنيده، 3 معالق كبار د المعدنوس، 350 غرام ديال الكفته ديال البقري. وبالنسبه للتوابل نص معلقه ديال الخرقوم، نص معلقه د العطريه ديال اللحم، 4 معالق ديال الابزار، الفلفل الاسود، قليل من الثوم بودره، اللي ما عندوش يدير ضريس واحد ديال الثومه، ونص معلقه ديال السكينجبير، الملح حسب الذوق، 2 بصلات مشلضاهم رقاق، وتقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون. اما بالنسبه للمقادير ديال العجينه كما كتشوفوا قبالتكم، 250 غرام ديال الدقيق ديال الفورس، 250 غرام ديال الدقيق ديال الفينو، تقريبا واحد 300 غرام ديال الماء. المهم ما تقيدوش بالكميه ديال الماء، يمكن اكثر شويه او نفس الكميه اللي عطيتكم 300 غرام. عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه، والملح حسب الذوق. بسم الله وعلى بركه الله. غادي نبداو ناخذ المقادير ديالنا اللي ذكرت لكم الناشفه كلها، غنخلطوها. من بعد ما خلطنا المقادير ديالنا مزيان غنبقاو نضيفوا الماء شويه بشويه. دابا كما كتشوفوا انا خلطت الدقيق اللي عندي ديالي كله، حصلت على واحد العجينه رطبه كما شفتوا. عاد غادي نبدا ندلكها، يعني ماشي تبقاو تزيدوا الماء وانتم في الاول كتكبوا، لا، كتشوفوا القوام د العجينه اللي عندكم عاد تبقاو تدلكوا. دابا خصنا نعطيوها الكف مزيان بحال هاد الطريقه حتى تدلك وترطب. من بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان، لقيتها مازال قاصحه شويه، 25 مليلتر ديال الماء. وكما شفتوا خدينا واحد الاناء ودرنا فيه الزيت، ودهنت العجينه ديالي كذلك بالزيت، وغادي نغطيها ترتاح المده اللي غادي نوجد فيها الحشوه، تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. دابا خدينا واحد المقله درنا فيها هذيك البصله اللي قلت لكم، وزدت تقريبا عليهم واحد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نخليهم يتشحروا مزيان حتى تدبل البصله. عاد نكملوا الوصفه ديالنا. من الاحسن تغطيوها وتخليوها على نار مهيله كتقلى. دابا كما شفتوا البصله ديالنا راه بدات كتنزل، غادي نزيد التوابل ديالي كامله، غنزيد المعدنوس، غنخلي كلشي يزيد يتشحر مزيان. ودابا كما كنشوفوا الجميع البصله ديالنا راه تقلات مزيان، ما بقى لي الا نزيد الكفته ديالي. انا كنخلطها هكا مزيان مع البصله وفي نفس الوقت كنبقى نفرتتها. دابا كما شفتوا الكفته ديالنا طابت، غنزيد المعلقه الصغيره اللي قلت لكم ديال السكر ونص معلقه القرفه، غنخلط مزيان وعاد غادي نضيفوا البيض. ما نقول لكمش على الريحه اللي طالعه منها، كتجي زوينه بزاف كتشهي. نتمنى تجربوا هذه الوصفه. دابا غنديروا البيضه الاولى وغنحركوا، وغنزيدوا البيضه الثانيه، وما توقفوش على التحرك حتى يطيب لنا البيض ديالنا ونطفيو على الحشوه.
دابا كما شفتوا الحشوه ديالنا عندنا جاهزه. ها هي كتشوفوا انا قلبتها في واحد الصحن باش تبرد لي. غادي نخليوها جانبا وغادي ناخذوا العجينه ديالنا. من بعد ما ارتاحت كناخذ واحد شويه ديال الزيت وغادي نبقاو نقطعوا كويرات صغارين. من بعد ما غادي نسالي العجينه هكا كامله ديالي، غادي نخليها ترتاح تقريبا واحد 6 أو 7 ديال الدقائق على ما تكون بردات لي الحشوه مزيان، ونتلاقاو باش نشوفوا الطريقه باش نعمروا الرغيفات ديالنا. دابا من بعد ما ارتاحت لنا العجينه مزيان كناخذ واحد شويه ديال الزيت ندهنوا البلاصه فيها نخدموا، وغادي نبقاو نطلقوا الرغيفات ديالنا. ديروا غير شويه ديال الزيت ماشي بزاف. كنطلقوا غير بالصبعان ديالنا كما كتشوفوا بحال هكا، حنا كندهنوا بالزيت. من بعد ما طلقتها مزيان الرغيفه ديالي غادي نقبط هاد النص هادي وغادي نطويه، وغادي ندير شويه ديال الحشوه من الجنب حتى للجنب. يعني الرغيفات ديالنا هادو غادي يجيو عامرين زوينين، ما نحسوش غير العجينه كناكلو. هانتوما بحال هكا قبعتكم. دابا غادي نولي نطوي الجهه الاخرى. اليوم غناخذ شويه ديال الزيت في يدي، غادي ندهن وغادي نطوي النص بحال هكا، نعاودوهم مزيان، وغادي ناخذ شويه عاوتاني ديال الحشوه وغنزيدو من الفوق بحال هكا. هي كتبان قبالتكم الصوره. وغادي نقلب عليه الطرف اللي بقى لي بحال هكا، نحاول نهبط مزيان هاد الشنيب حتى لهنا كما كتشوفوا بحال هكا. نعاوطوهم مزيان وغادي نديوها لواحد اللاطه اللي فيها البابي السولفيغيزي يعني ورق الطهي. نعاود لكم ناخذ كره واحده اخرى د العجينه وغنطلقها. ما خصكمش تخليو العجينه بزاف ترتاح، ما تفوتش 10 دقائق باش ما تخمر لكمش وما يجوش غلاضين الرغيفات ديالكم مقطعين. كما شفتوني طلقت العجينه ديالي بسهوله. دابا غادي نقبطها وغنطويها. من بعد ما طويتها غندير الحشوه كذلك من الجنب حتى الجنب كما قلت لكم. يعني ضروري تعمروهم هكا، غنقلبوا عليهم هكا. غندهن شويه ديال الزيت، غندير دابا شويه، غادي نقلب بعدا، غندير شويه ديال الحشوه بحال هكا وعاد نقلب النص الاخر. تحاولوا تجبدوا من هنا ومن هنا باش تجي مقاده الرغيفه ديالكم، وغنزلوها في اللاطه. غنستمروا هكا حتى غنساليو الرغيفات ديالنا كاملين ونتلاقاو. الرغيفات ديالي هما هادو كما شفتوا قبالتكم. من بعد ما ساليتهم كرستهم غير واحد شويه ماشي بزاف. انا نوريكم، انا خليت وحده باش تشوفوا الفرق بين هادو. خليت الوحده في الاول فاش كنكونوا حطيناها في اللاطه كتكون بحال هذا الشكل. كناخذ واحد شويه من داكشي اللي كيبقى لي في المقله اللي شحرت فيها وكندهن. داك اللون ديال الخرقوم كيجي زوين فيهم. غادي نخليهم كيرتاحوا لمده ديال 10 دقائق، كيطلعوا غير شويه ماشي بزاف، 10 دقائق ما تفوتوش 10 دقائق.
وغادي ندخلهم للفران. الفران كنكونوا مسخنينه، كنحطوا اللاطه كنشعلوا عليها العافيه من التحت. ملي كيطيبوا كنهبطوهم يتحمروا شويه من الفوق، ونتلاقاو في الطريقه ديال التزيين. من بعد ما طابوا الرغيفات ديالنا كما كتشوفوا هما طايبين بجوج جهات. كناخذ دابا السكر كلاصي وغادي ندردرو فوق الرغيفه ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا قبالتكم. وغادي ناخذ واحد الاطار الشكل اللي عجبكم. انا عجبني هذا الشكل ديال الهلال. غناخذ القرفه وغادي نبقى ندوز من الفوق بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا قبالتكم. غنحيد الاطار غير بشويه وكيبقى لي هذا الشكل هذا اللي قبالتكم. انا نقربه لكم مزيان باش تشوفوه. الرغيفات ديالي بالمذاق ديال البسطيله كما كتشوفوا حنا وجدناهم. غادي نزيدهم لكم قبالتكم كما كتشوفوا. زينتهم انا بهذا الشكل هكا. نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا في الجانب ديال الطبسيل كما شفتوا درت شويه السكر كلاصي وشويه ديال القرفه باش كيعطينا واحد الشكل جميل وانيق. نتوما اللي بغيتو كديروه. الى عجبكم الفيديو كي ديما اشتركوا في القناه الا ما كنتوش مشتركين، بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، ما تنسوش التعليقات، وشكرا على المشاهده.